بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين قبل أن نلقاه وبعد أن نلقاه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. يا ابن شعبنا العظيم في كل مكان، في هذا الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السليبة أشلاء الرضع والأطفال والشيوخ والنساء، في هذا الوقت الذي تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي، وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء، في هذا الوقت الذي لا يقطع فيه البنزين على المشافي، بل تقطع أيضا حتى قطرة ماء، وسويت فيه بالأرض لا مربعات بل مدن بأكملها، وتم تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين. يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني. أننا اليوم في حرب تحرير لا في حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا، وخيانته هذه هي خيانة عظمى. ومرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال. والغاية من هذه الكلمة ليست الدخول في سجال قانوني عقيم، ولا في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها شعبنا العربي في فلسطين أبشع الجرائم، ولكن يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد. ولكن أجد نفسي مضطرا اليوم، خاصة وأنا عديد الأذان التي بها وقر، للتذكير بأن الدستور 25 من جويليا من سنة 22 و2000 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها، وعاصمتها القدس الشريف. والفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور سنة 14 و2000 الذي اقتصر على الإشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة، وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني. فلا إشارة على الإطلاق لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف. فهل تحتاج الشمس إلى دليل؟ ربما تعرفون الأسباب التي أدت
إلى هذه الصيغة التي تم الاختيار عليها في دستور سنة 14 و2000. فأحد الصهاينة من الذين كانوا يترددون منذ سنة 11 و2000 على قصر باردو، فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج، وحين طرح علي السؤال حول مقترح القانون الذي تم التداول فيه يوم أمس، جددت الموقف ذاته، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص إلى جانب عدد من الفصول الأخرى التي تلته على أنه يعد خائنا. هنا يمكن أن نستأنس بهذا النص: يعد خائنا للشعب الفلسطيني، مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها، ومع التأكيد أيضا في نفس الوقت على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى، وعلى أننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم. لست في حاجة لشهادة أحد، وتكفيني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ. وأؤكد مجددا اليوم على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني. ليست لدينا يا أبناء شعبنا العظيم صواريخ عابرة للقارات، ولكن لدينا مواقف عابرة للقارات، ولا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت، لا في الداخل ولا في الخارج. لمجلس نواب الشعب وظائفه تبقى أحكام الدستور، ولرئيس الجمهورية وظائفه تبقى مقتضيات الدستور، والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي، والشعب التونسي يريد تحرير كامل الوطن المحتل، كما كان ذلك يردد كل يوم في إذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية بالجماهير العربية، معبأة ومنظمة ومسلحة، وبالحرب الثورية الطويلة الأمد أسلوبا، وبالكفاح المسلح وسيلة، حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. هذا هو الموقف بالأمس واليوم وغدا، لأن حرب التحرير هي حرب نخوضها مع كل أحرار العالم، والتحرر لا يؤخذ بالنصوص وبالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، كما أن نفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.